ديت اكتر ناشفيل سبايسي موجوده في مصر كلها، والمره دي هنجربها في اختراع غريب. والاختراع دوت هو الفطير، وبعد ما بيفردوا العجينه بينزلوا بكميه جبنه كبيره، وبعد كده بينزلوا بكده على الناشفيل وميكس جبن عليهم، وبعد كده بتطلع بالشكل دوت وبيقطعوها بتتقدم على طول. ناشفيل دي فطير. بصوا يا جدعان شكل الناشفيل دي عامل ازاي. يا خبر ابيض. بصوا يا سبايسي. وتعالى اعرفكم على واحده من احسن انواع السجق اللي ممكن تاكلوها، السجق الارماني. شكلها من جوه ايه يشهي. بصوا يا جدعان كميه الدسم اللي فيها. السجق الارماني ده يا جدعان خطير. وبعد ما جربنا من عندهم الفطاير الجديده، حابب اقول لكم ان ديت واحده من احسن الفطاير اللي بحبها وبطلبها على طول، السجق كيري بسطرمه، وبتبقى غرقانه من عندهم جبن وميكس جبن من فوق، وبتبقى بجد خطيره، والرانش من فوق. اكتر فطيره انا بحبها كميه الحشو عندهم رهيبه. السجق اللي عندهم بيستخدموا نوعيه نظيفه. صوص الرانش من عندهم رهيب. وبرغم ان انا خليتها في الاخر الا ان البيتزايه لسه سخنه. زي ما انتم شايفين شكلها كده من تحت. احلى بيتزايه تشيكن رانش ممكن تاكلها في حياتك. خلونا بقى ندوق البيبروني. حركه ان انت تحط البيبروني قبل ما تطلع البيتزايه دي على طول تخليه فريش كده وطري وطعمه جميل جدا. انا بحبها كده، واطلبوها كده هتعجبكم. ولو نفسك تاكل فطير مشلتت وما تبهدلش نفسك، عملوا لك مشلتت بايت. ريحتها يا جدعان جامده قوي، مغرقينها سمنه ومقرمشه. حطيت عليها القشطه كده وننزل عليها بالعسل الابيض. فطيره مشلتته حلو، مقرمشه من بره وطريه من جوه. دلع الدلع مكيفه مكيفه. كل الحاجات دي واكتر في مطعم ماجستي، ورقمهم 19915.